اهلا بيكم في مطبخ فيكي. النهارده هنعمل زي ما انتم شايفين كده الزيتون الشوكولاته او الزيتون التفاحي الاسود. الخضريه بيقولوا عليه زيتون شوكولاته. الوصفه تكون سهله وبسيطه وكمان سريعه وتعجبكم. لو اول مره تخشوا مطبخ فيكي يا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للفيديو. محتاجين ايه بقى لوصفتنا؟ محتاجين زيتون. الزيتون ده غسلناه كويس قوي من التراب ومن اي حاجه وحشه. نقضنا في الزيتون ده، لو في زيتونيه كده طريه او شكلها مش حلو نقضنا الزيتون ده لوحده، والزيتون اللي ماسك نفسه متماسك لوحده. علشان الزيتون الطري هيستوي قبل الزيتون الجامد او اللي ماسك نفسه. محتاجين كده مقدار من الزيتون، المقدار اللي انتوا تحبوه. انا جبت حوالي 2 كيلو. لكل كيلو معاه نص كوباية عصير ليمون، ربع كوباية خل، وده قشر الليمون اللي احنا عصرناه. ولكل لتر مية 6 معالق ملح، علشان الزيتون ده لازم يبقى ملحه زيادة. وجبنا فلفل احمر واخضر كده نحطه معاه. احنا مش هنفتح الزيتون، مش هنشققه، مش هنعمل اي حاجة، مش هننقعه. احنا زي ما هو الزيتون ده زيتون تفاحي الاخضر بتاعنا، بس هو فضل شوية لحد ما استوى، فده اخد درجة من السوى، ما بياخدش نفس الوقت اللي بياخده الزيتون الاخضر. فلازم نخلي بالنا من الحكاية ديت، انه بيستوي بسرعة. الخل والليمون بيبقى اكتر، نسبته فيه اكتر من نسبته في الزيتون التفاحي الاخضر. وهنزل لكم في صندوق الوصف لينك للزيتون التفاحي الاخضر اللي انا مخللاه، عشان برضو تعرفوا انا خللته ازاي. يلا بينا نبتدي وصفتنا دلوقتي. بقى اول خطوة هنعملها، هنعمل المحلول الملح بتاعنا. ما يعادل لتر مية، هحط عليه كده معلقة مليانة ملح. 1 2 3 4 5 6. وهقلب وادوب الكلام ده كويس قوي. لازم بعد كده هجيب البرطمان بتاعي وهبتدي ان انا احط كده الزيتون بتاعي. احط كده، ممكن اشيل ده علشان يبين لكم. احط كده رق من الزيتون، لو في واحده كده حسيت ان هي طريه اشيلها وانا ماشيه كده. رق كده من الزيتون. احط رق من الفلفل الاخضر الصغير دوت. هننزل بقى بالليمون بتاعنا. هننزل بالخل بتاعنا. وبعد كده هنجيب الكبشة وننزل بقى بالمية والملح بتاعتنا اللي احنا دوبنا فيها الملح كويس قوي. ننزل بشوية زيت زيتون على وش، هندخله كده من ما بين الليمون عشان يعمل طبقة عازلة. ده زيت زيتون، معلقتين كده كبار. ماشي. ممكن لو مفيش زيت زيتون ممكن نحط اي زيت نباتي عادي، يعني مفيش مشاكل. نجيب كده كيس تلاجة من الاكياس بتاعتنا ونقوم نازلين كده، نقفل ونحكم بقى غلق البرطمان بتاعنا كده. نحكم غلقه كويس كده، بس انا مش عايزه البلاستيك يبقى نازل يداريلكوا لون الزيتون. وهمسكه بقى اعمل كده علشان ادوب الليمون والخل في كل الزيتون بتاعي. اقلب كده كويس قوي واسيبه هنا على الرخامه. الزيتون ده هسيبه حوالي شهر، ولما هفتحه هقول لكم، هوريكم، هعمل لكم مقطع ريلز علشان تشوفوا
الزيتون ده بعد ما اتخلل بقى شكله ايه، وبقى وهوريكم ازاي هو سهل وبسيط ومش محتاج كل التعقيدات اللي كانوا بيقولوا لنا عليها. سهل وبسيط، بيتخلل بميه وملح وليمون وشويه خل وزيت على الوش، مش اكتر من كده. وهتاكلوا احلى زيتون اسود او زيتون شوكولاته زي ما بيقولوا عليه الخضريه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفه يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس وتابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك فيكي سكتش، وتابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي سكتش. ميرسي ليكم.